هلا متابعيني، اليوم عملتوا تمن باقلي من أطيب الأكلات العراقية وأكثرنا نحبه كثير خصوصا بالشتي. طلبتها من عندي إحدى المتابعات الغاليات على قلبي، وكل متابعيني الأعزاء غالين على قلبي كثير كثير. عملتوا هذا الطبق وطلع كثير طيب، وعملتوا معانه سلطة اللبن بالنعناع، طلعوا اثنين وحدي أطيب من الأخ. المكونات هون اللي استخدمتوها أكيد أول شيء الباقلي، استخدمت هون الباقلي المجمدي، وإذا عندكم باقلي فريش بعد أحسن. هون عندي باقلي مجمدي تقريبا وزنه 450 غرام، نقعتوها بماء حار وبعدين فلستوها وطلعتوا اللب مالته. هاي الكمية كلها راح تطلع لي كاسة تقريبا من الباقلي المفلسي أو اللي يعني اللي قشرتوه وطلعتوا اللب مالته حتى استخدمه مع التمن. وهوني راح أفلس هاي كل الكمية وأطلع اللب بالباقلي، وطلعت لي هاي الكاسة. شوفوا هاي الكمية اللي طلعت لي من الباقلي. هاي الباقلي كلش طازجة وتقريبا مستوية نص استواء لأنه هي مجمدي. فهوني راح أقطع بصلاية وحدي، أقطعها مكعبات صغار أو أثرمها ناعم، وبعد ما أثرم البصلاية هاي راح أيضا أحتاج إلى باقة صغيرة من الجبن. وطبعا الكمية اللي تحبون تخلوها أنتم بكيفكم، بس أنا الكميات اللي خليتوها كاسة من الباقلي وكاسة مقابيلة من الرز وكمية صغيرة من الشبنت مع بصلاية وحدي مثرومة. فهسه راح أثرم الشبنت هم ناعم، وأخلينه بكاسة، وخليته دست على نار متوسطة، وأخلي معلقتين 3 من زيت الزيتون، وراح أنزل البصلاية اللي ثرمتوها أقلبها إلى أن تذبل، مش تصير لونه ذهبي بس تذبل. راح أنزل فوقاته كمية الباقلي وأقلب قلبتين 3. بعدين راح أنزل عليه التمن واللي أنا نقعته قبل 10 دقائق بماء حار. وأفضل يكون التمن، يعني نصيحة من عندي، يكون التمن مبزول ومسلوق نص سلقية، يكون أفضل مع الباقلي المجمدي، لأن الباقلي المجمدي هم مستوي نص استواء. وبعد ما قلبت التمن مع الباقلي مع البصل نزلته عليهم كمية الجبنت اللي ثرمتوها، وراح أقلبها كم قلبية، وراح أضيف له معلقة من الماجي باودر. الماجي كلش طيب هوني مع الباقلي، وانتم بكيفكم تستخدمون الماجي او تستخدمون الملح حسب ما تحبون، وممكن تضيفوا له قطع من الدجاج او قطع من اللحم، بس انا عملتوها بدون دجاج وبدون لحم. وبعدين ضفتوا له كمية من الماء، بس الماء اللي ضفتونه الى مستوى سطح التمن والباقلي، يعني مو اكثر، حتى تبقى الحباية متمن واقفة هي والباقلي. وخليتونه على نار متوسطة إلى أن يستوي. وحضرت هون كاسة من اللبن، وخليته فوقته كمية من النعناع المطحون، هذا أنا طحنتونه، يعني يبستونه طحنتونه على إيدي، وخليته له معلقتين من عصير الليمون ومعلقتين من زيت الزيتون ورشة ملح، وقلبتونه وإلى أن تجانس اللبن مع المكونات، وعملت سلطة اللبن بهذا الشكل.
نصيحة تعملون سلطة اللبن مع تمن باقلي كلش واحد يكمل اللاخ، كلش طيبي مع التمن باقلي، وشوية رشة زيتون فوقاته. وهسعته راح أشوف الدست كان استوى هسه عندي التمن مع الباقلي حتى نشوفه. شوف شلون صار عندي بداعة روعة. أريد يطلع كله كي يعني حبوب نفسها تطلع لي الباقلي والتمن، فهالشكل طلع. فهسه راح أطفي تحت الدست وراح أصب الكمية اللي عملتوها وأقدمها مع سلطة اللبن. متابعيني إذا عجبكم الفيديو اعملوا إعجاب، واللي ما عمل سبسكرايب أو اشتراك بالقناة يشترك بقناتي، ولا تنسون الاشتراك وعمل شير للفيديو. وإن شاء الله عجبتكم وصفتي اليوم. كنتوا معاكم أنا الشيف صواصة من المطبخ المصلاوي. وشوفوا هسه دا أصب الكمية قد يشهي، والريحة ما أقلكم عليها كلش كثير كثير طيبة. إن شاء الله عجبتكم طريقتي بعمل التمن باقلي، ما أقلكم على الريحة رائعة، كثير 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 رائعة. الله الطعم والريحة تجنن، تفيح ريحة التمن مع الباقلي. إن شاء الله عجبتكم وصفتي، أحبكم كثير كثير. شكرا على زيادة المتابعين، شكرا على مشاهداتكم الرائعة وتعليقاتكم الأروع. شكرا أحبائي، باي.